السلام عليكم يا أحلى متابعين مع قناة لولو. تمام. هنعمل النهاردة طريقة المتنجان المخلل بطريقة سهلة جدا جدا. بصوا أنا ماسكة المتنجانة قطعت راسها كده وشقتها زي ما انتم شايفين كده. بصوا خدوا بالكم من الطريقة ازاي. وجبت هنا ليمونة وقسمتها اتنين، وجبت شوية توم على شوية فلفل قطعته صغير كده، وحطيت فيه ملح وفلفل اسود وشوية كمون، وهنحط شوية شطة كمان. تمام. بعدين جهزنا الزيت سخنته حلو وابتديت انزل البتنجان زي ما انتم شايفين. بصوا، اهم حاجه المتنجان ما يتحمرش منكم، يبقى طري. تحسي كده ان هي بقت جوسي كده من جوه وبقت طريه كده، وتضغطي عليها طول ما هي بتتسوى علشان تحسي ان هي بقت ايه زي الزبده كده من جوه. بصي، بصوا يا جماعه، نفضل نضغط عليه كده كل شويه عشان يا دوب يطرى مننا ما يتحرقش. تمام. بصوا بنقلبها علشان الجنب ده تري، نتأكد ان الجنب التاني راخر تري. تمام. بصوا، بنفضل نضغط عليه نضغط عليه لغاية ما نحس ان خلاص هي ترت خالص ونبدأ نعينها. بصوا تريت، هتلاقوها تريت. ماشي. بص هصفيها من زيت حلو كده، تبدأ اطلعه اهو. تمام. طلعته كله زي ما انتم شايفين كده. بصوا طرية بيضة ازاي من جوه. بصوا ما اتحمرتش خالص من جوه عشان ما يبص معانا. بص انا قصدت ان انا اضغط عليه عشان تشوفوه الطريان بتاعه عامل ازاي. وهنجيب الخلطة بتاعتنا قدامكم اهي. تمام. هنقلبها كويس قوي. هعصر عليها الليمون، ليمونة. مش ليمون. وهننزل عليه شوية خل. وبعدين انا عندي ممكن نحط صلصة. انا كنت مسبكة قوطة وكانت عندي جاهزة، فحطيت طماطم معايا معلقتين كده. تمام. هقلبها وهبدأ احشي البتنجانة زي ما انتم شايفين كده من هنا. بصوا يا جماعة، اللي عايز يحطه في التلاجة هيحطه في علبة ويضيف عليه بقية الخلطة من على الوش ويقفل عليه العلبة ويحطه في التلاجة. باي باي. ما تنسوا